السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وجولة صباحية. وين الجولة الصباحية اليوم؟ بالمزارع بألمانيا. فقلنا نصور لكم الأجواء. واليوم عندنا الشمس والجو كلش حلو ودافي، فقلنا نطلع ناخذ لنا جولة بالمكانات اللي كنا نصور بها سابقا. طبعا ما مصور لكم اياها، انا ما منزل لكم اياها على اليوتيوب. تذكرون نزلت لكم فيديو موضوع عن المانيا وقلت لكم العلامات والصور، هم يهتمون بكل شيء. شوف هنا عندنا هسه، هذا هنا العلامات، هذه الاتجاهات، انه من هاي الشارع تروح على هاي المنطقة، من هنا تروح على هاي المنطقة، ومن هنا تذهب على غير منطقة. ومخلين ايش قد المسافة ووين تروح ووين تجي. باو فمن اقول لكم اني المانيا رقم واحد. لهذا السبب المانيا يعني متوفر بها كل شيء. يعني هسه مثلا هنا وما تعرف وين تروح، فموجودة هاي العلامات والاتجاهات. حتى بالغابات، يعني في يوم اروح للغابة اصور لكم، حتى بالغابات موجودة. وهاي العلامات اللي قلت لكم عليها مصور هاني، مصور فيديو. هنا هاي الزواحف، الحشرات، الفراشات، بعض الحيوانات، انه بهذا المكان، هذا المكان اللي احنا هسه بيه هن هنا يعيشن. وهذا المكان هسه قلنا خلي نصعد فوق الجبل ونصور لكم المنظر من فوق، يكون احلى واجمل، وان شاء الله تستمتعون ويانا. خليكم ويانا، خلينا نصعد فوق. اي شباب، فالصعدة شوية قوية، نحاول. شوف هسه من هنا عندنا هاي الصعدة كلش قوية، وعندنا هاي منا، فمن هنا ما نقدر نصعد. خلينا نصعد من هاي الصفحة شوية افضل. اذا تعجبكم هيجي فيديوهات وهيجي مغامرات، يعني بالغابات، بالمزارع، الحقول، اكتبوا لنا بالتعليقات انه نصور لكم هيجي مكانات او لا. يعني تصويرنا على مودكم انتو. تشوفون شغلات حلوة مثلا. يابا يابا، ما تبين عندكم الصعدة، لكن بالله العظيم الصعدة قوية. تعبت. شردن الارانب، وهاي علامة ان هذا الطير يعيش هنا. ما ادري يمكن شفتون الارانب باينة. صعدنا فوق الجبل. باو خلنا نصعد من هالصعدة شوية، اجر نفس. بسم الله نصعد.
ويلي وقعت. بعدنا ما صاعدين، بعدنا ما صاعد، ما واصل للقمة باعوا. بعد ما واصل. وصلنا واخيرا. هي شباب باعوا. هذا المقعد هم هنا موجود دائما، يعني قلت لكم من الموجودات صورت لكم الفيديو القديم انه كل شيء من موجود. باع هيك علامة هسه من ننزل هم اصور لكم اياها. فد شيء كلش حلو بالله العظيم، فد شيء كلش حلو خاصة بالصيف. هنا هاي تصير الازهار، الورود اللي الوانها تختلف، هاي الاشجار كلها تصير خضرة. عالم هواية هم يجون بالصيف، هواي عالم. هاي هنا يعني العالم يحبون المشي هنا بالمانيا، هواي يحبون يمشون، فاكثر شي بالصيف. هسه هم موجودين عالم بس مو مبينين لان احنا بعد صاعدين فوق. بس عندنا هذاك ما مبين، والله ما يبين. من هنا يمديك العلامة يمكن تشوفوه لابس برتقالي يركض. مكان كلش حلو. بالصيف اجي هنا اجيب المشروب مالتي الطاقة واجي وشوية كرزات واقعد هنا. بعدين اروح لذيك الغابة، بس هسه ما اقدر اروح لان عندي موعد، فما اريد اتاخر. غير يوم ان شاء الله اروح هناك واصور لكم المكان. فشي كلش حلو. ما حد يقول لك وين رايح وين جاي، تصور فيديو ما اعرف ايش. فيديو اللي البنية هي وابنها يتزحلقون على الجليد. راح سلمت عليها قلت لها يابا راح اصورك فيديو انزلك على اليوتيوب. قالت لي بس لا تطلع وجهي. قلت لها يابا تمام. قالت لي اذا ما يطلع وجهي نزلني على اليوتيوب. قلت لها على اليوتيوب، على التيك توك، على الانستغرام. قالت وين ما تريد تخلي الفيديو خليه. قالت امشي ما يطلع وجهي. قلت لها يابا ان شاء الله ما يطلع وجهك. ما هو طالع نص من وجهها بالفيديو بينه. ايه حبايب قلبي، ما اريد نطول عليكم بالفيديوهات. ناخذ المشروب مالتنا وننزل. يا رب العالمين. مشروب يعني هاي الطاقة، مو عبالكم مشروب. اعوذ بالله. مشروب طاقة هذا. انرجي درينك بالالماني. وهذا شوفوا شباب، هاي هنا المقعد هم نفس الشي مسوين. وهذه هنا عندنا الطيور، العصافير، الافاعي. لحد الان ما شفنا افاعي بالمانيا لان جو بارد كلش. هاي الازهار، النباتات، انه هاي كلها موجودة بهذا المكان.
زين، انه هاي تتواجد هنا او تعيش بهذا المكان. هسه بس يجي الصيف اصور لكم فيديوهات هنا، اصور لكم فيديوهات حلوة، مكانات يعني كلش حلوة. بس لين هسه الشتاء والجو بارد فما يبين يعني الفيديوهات مبينة مو حلوة. يعني حتى اني فيديوهات يعني جاي اباوع على فيديوهاتي اقول والله مو حلوة الفيديوهات، ناقصها هواي امور، يراد لها بعد يراد لها جمالية، يراد لها مناظر طبيعية. بس بالصيف ان شاء الله ما راح نقصر وياكم، نصور لكم مكانات اجمل، نسوي لكم فعاليات، نصور لكم الاحتفاليات اللي تصير هنا بالمانيا. اي حبايب قلبي، اتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم، وكتبوا لنا نصور لكم بعد هيجي فيديوهات او ما نصور، شنو حابين نصور لكم. وان شاء الله ما نقصر وياكم. هسه خلي نروح شوي بعد هناك بذاك المكان ونصور لكم هناك. خلينا نوقف التصوير هسه. يا شباب باعوا هسه شوية يعني تقربت مسافة هواية، فقلنا خلينا نصور لكم هنا هم نفس الشي نفس المكان. باعوا هي والحيوان الأليف مالتها. هاي لازم يوميا تطلعه يتمشى يلعب. يا بنقول لهم ليه؟ حتى ما يتكئب، ما يصير عنده كآبة. باوانا عليهم شنو هاي، شلون عايشين. بالله العظيم فد شي كلش حلو. هاي حياتنا هنا، هيك احنا عايشين بالمانيا. باعوا هسه اخذكم على مكان. وين هذا البيت الاصفر هناك اللي قدام شوي بعد، راح اصور لكم اياه. فد شي كلش حلو عجبني، وان شاء الله همينه يعجبكم، ونكمل طريقنا نروح للبيت. شباب هاي الطيارة خاصة مال المستشفى. هاي راح تنزل فوق المستشفى. هاي من تصير حوادث يعني مكانات بعيدة بالغابات، فينقلون بها يعني الاشخاص اللي يحتاجون المساعدة طبية، فراسا ينقلونهم بهاي الطيارة. باعوها نزلت. يلا هسه نروح للبيت، بس نصور لكم هذا المكان. خلي الفيديوهات تصير قصيرة، ما نريد نطول عليكم بالفيديوهات. اي شباب هذا المكان اللي قلت لكم عليه اللي عجبني. هذا كشك وماكو يمه اي انسان، ماكو يمه اي انسان. هذول هنا يبيعون بيض، هذا بيض بلدي. واو، يعني مال باط، مال دجاج، مال الوز. هذا الاخضر بعد قد حلو. هذا مال غير نوعية ما اعرف، هذا مال شو اسمه الطير. هاي تاخذ بيض تمام، وتخلي الفلوس بهذا الصندوق. واذا عندك رأي ثاني تكتب انه هاي ورقة وقلم خلي لك هنا تكتب رأيك. شلون فد شي كلش حلو.
ماكو احد، لا واحد يجي ياخذ بيضة ولا شيء، وهذا اغلى من الماركتات. هنا البيض اغلى من الماركت لان هذا يعتبر دجاج عرب. هنا الطعم مالته يختلف، البيض يعني يكون طعم مالته يختلف عن مال المصلحة، مال الحقول، مال الدواجن، بعيد عن البيوت. شغلة كلش حلوة. طبعا هاي متواجدة دائما يعني بالمكانات الزراعية، المكانات اللي بيها دواجن، ودائما هيجي شغلات. اللي عندهم مزرعة صغيرة مثلا يبيع مخضر ما مخضر، فواكه، هم مخليهن بالشارع برا هيك. شلون هسه هذا هيك كشك صغيرون ويبيع. تجي انت الشغلة اللي تعجبك تاخذها وتخلي فلوس بالصندوق، وهم مخلي لك ورقة وقلم انه تكتب اذا حابب تكتب رأيك، اذا حابب مثلا شغلات ثانية مثلا تقول لهم يابا ضيفوا لنا كذا، ضيفوا لنا كذا، او تسألهم انه اذا عندهم بعد يعني شغلات ثانية مثلا، لانهم هم يسوون زبد، يسوون جبن، المربى. يا حبايب قلبي هسه راح نروح للبيت. ان شاء الله تعجبكم فيديوهاتنا، ولا تنسون تكتبوا لنا بالتعليقات شنو حابين نصور لكم، واذا حابين مثلا مثل هاي الفيديوهات هم نصور لكم. وان شاء الله ما راح نقصر وياكم، وانتظرونا بفيديو قادم يا حبايب قلبي. باي باي.